أهلا وسهلا. بكرة يبدأ عرض الثقافة المصرية، الدورة ال54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا المعرض اللي بتكون فرصة عظيمة أن نطلع على أهم إصدارات الكتب في مصر والعالم. هو فرصة للكتاب، لدور النشر، وأيضا لينا كجمهور مستهدف بيروح يختار ما بين كتب من 1047 دار نشر عربية وأجنبية، 340 ناشرا عربيا، 53 دولة بتشارك. دخلت من الباب عجبك الجو، لكن هتشعر انك تايه. تجيب ايه؟ منين؟ بكام؟ علشان كده حبينا نختصر المسألة ونجيب لكم البوك تيوبر الجميل كريم النجار علشان يشاور لنا. اهلا وسهلا يا كريم. اهلا وسهلا. عايزين نساعد الناس ونقول لهم اهم 10 كتب ممكن يروحوا لهم فين، ازاي يختار الكتب الاقل ثمنا والاكثر قيمه. تمام، ده سؤال جميل جدا ومهم جدا طبعا. الفكره ان احنا لما نيجي دايما نروح معرض الكتاب ونحاول ان احنا نختار اعمال ونختار كتب، لازم نحاول نوعا ما ان احنا ننوع ما بين الاصدارات اللي موجوده اللي احنا عايزين نشتريها. فممكن نحاول ان احنا نشتري اصدارات تكون روائيه واصدارات اخرى تبقى غير روائيه. عمليه التنويع ما بين الاثنين بتكون مهمه جدا للقارئ اللي عايز يقرا صح فعلا زي ما بيقولوا يعني. فعلشان كده الاختيارات اللي احنا جايبينها طبعا النهارده بنتكلم عن القارئ اللي مش محدد. في قراء عارفين انا بتاع ادب، انا بتاع جغرافيا، انا بحب التاريخ، انا بحب السياسه، دول معروفين. اكيد. دي نقطه مهمه. وفي نفس التوقيت برضو لازم القارئ اللي رايح معرض الكتاب ناوي انه يروح معرض الكتاب لازم يكون محضر للمعرض. تحضير للمعرض بيحتاج انك انت تشوف الدور من ازاي الاصدارات ايه وايه اللي موجود وايه اللي ممكن يعجبك او انت تكون عمل متفائل بيه. فعن طريق العمليه دي احنا قدرنا فعلا ان احنا نختار 10 كتب متفائلين بيهم جدا، حاسين ان هم هيكونوا من اهم 10 اصدارات موجودين في معرض الكتاب. وانا هبقى معاك جدا بما اني مدمنه على القرايه وعلى المعرفه، ويلا ايدي على كتفك، انا اساسا متابعه وجهه نظر طول الوقت. اتفضل يا كريم. طيب احنا اول كتاب معانا النهارده هو كتاب او روايه نبوءه قصر السلطان للكاتبه مروه جوهر من اصدار دار دون. العمل ده عمل روائي بيخلط شويه ما بين حاجه ليها علاقه بالتاريخ وما بين الرعب، بس هو مش رعب قوي لان الكاتبه مروه جوهر بتكتب في ادب الرعب، بس الرعب بتاعها واقعي، يعني ما تحسش انه جن وعفاريت ودم لا، الرعب بتاعها تحس ان هو حاجه مش هتخليك تتسرع، ولكن الرعب بتاعنا نقدر ان احنا بنسميه ثريلر، السسبنس فعلا. وهي كمان بتتكلم في الجزء التاريخي اللي موجود في الروايه عن حاجه ليها علاقه بفتره المماليك والسلطان حسن. والسلطان حسن طبعا صاحب مسجد السلطان حسن، وسلطان تولى العرش وهو عنده 13 سنه. فازاي نقدر ان احنا نعمل حبكه من سلطان مملوكي وشخص عايش في العصر الحالي اللي احنا فيه، الحبكه دي تكون فيها حته ثريلر. النقطه دي انا شايفها مهمه جدا ومخليها واحد من اهم الروايات اللي موجوده السنه دي. عظيم. التاني العمل التاني اللي معانا هو كتاب 101 حيله نفسيه لترويض العقل وتغيير الحياه. برضه البيست سيلر الكتب دي. ده واحد من اكتر الكتب البيست سيلرز بره في العالم كله. والترجم دلوقتي عن طريق دار دون، ترجمه دينا المهدي. الكتاب ده بيعرفك ازاي انت تقدر انك انت تعمل عمليه شيفتنج او تحويل او تغيير للعقل علشان انت تقدر توصل للحاجه اللي انت عايزها. الواحد دايما بيكون عايز يعمل حاجات كتير، بس في نفس التوقيت لا انا كسلان، لا انا مش قادر، لا ضغوطات الحياه، الشغل، العيال، الجواز، الخلفه. ازاي نقدر ان احنا نروض العقل، نمرن العقل، نخلي العقل بتاعنا يكون مرن كفايه انه يقدر انه يتغلب على كل ده ويحط نفسه على الطريق الصحيح. عظيم. فالكتاب ده بيتكلم عن الحاجات دي. يلا الكتاب الثالث، ادهم العبودي، المحكمه تستشعر الحرج، من اصدار دار تشكيل للنشر والتوزيع. ادهم العبودي واحد من المحاميين الشاطرين جدا والمهمين جدا اللي موجودين، وهو راجل روائي ممتاز وروائي رائع. قرر في العمل ده ان هو يكتب كتاب مش روايه، كتاب عن ملابسات وعن قضايا تعرض ليها هو واصدقائه اخرين محامين، ويجمع القضايا دي في العمل ده علشان يحاول بيها ان هو يوضح مهنه المحامي الفعليه عامله ازاي، صعوباته عامله ازاي، بيمر بايه، ازاي بيقدروا ان هم يتغلبوا على الصعوبات دي، وازاي بيقدروا ان هم يعملوا تحقيقاتهم الخاصه. هو التعبير ده قضائي جدا ودايما بتستخدمه المحكمه جداً. عندما تستشعر الحرج من نظر دعوى ما
لصلة بالمتهم، لسابقة حكم، لخلافه، فبتتنحى عن نظر الدعوة لأنها تستشعر الحرج. ونفس الجملة دي كانت طلعت في مسلسل كان موجود في رمضان اللي فات، فعشان كده الاسم بتاع الكتاب علق معايا جدا. أيوة. أول ما شفته، وبصراحة كان رائع. طيب العمل الثاني برضو ده كتاب غير روائي، اسمه الفيلق المصري، من كتابة الكاتب محمد أبو الغار، جريمة اختطاف 500,000 مصري، وهو من إصدار دار الشروق. في نقطة في التاريخ المصري سقطت للأسف من ناس كتيرة جدا وما كتبتش في كتب التاريخ، وهي إن في أوائل القرن العشرين في أوائل 1900 تم أخذ أكتر من 500,000 مصري وترحيلهم لبلدان كتيرة جدا زي لبنان، اليونان، إيطاليا، علشان طبعا العمليات مش خطف، لكن الجيش البريطاني خد الناس دي او خد النصف مليون مصري دول علشان يستعبدهم في الصخره، بالعمل بالصخره لبناء حاجات كتيره جدا منها سكك الحديد. الناس دي اغلبها مات. الثوره اللي عملها المصريين في التوقيت ده، ثوره 19 تدخلت مع ثوره 19، وهي كانت من العوامل المهمه جدا اللي ادت لنجاح ثوره 1919 مع سعد زغلول. نعم. فالكتاب ده والنقطه دي في التاريخ المصري ما فيش ناس كتيره جدا تعرف عنها، فلما يتم تسليط الضوء عليها في كتاب زي ده، دي هتبقى حاجه حلوه جدا وهتبقى مهمه. اعتقد ده عمليه بحث جديده جدا 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 يعني. حقيقي. طيب العمل ده عمل روائي من كتابه طارق عز، اسمه أسفار مريم المحرمة، ومن إصدار دار الرواق. العمل ده لفت انتباهي لنقطة معينة، اللي كاتبه مش كاتب، هو قارئ، هو بوكتيوبر. بوكتيوبر. طب هل فعليا نقدر نقول ان كتر قراءتك تأهلك انك تكتب رواية؟ انت قريتها؟ انا قريتها. لا انا قريتها. عجبتك؟ عجبتني جدا بصراحة. مش هكذب. عشان كده بترشحها لنا ضمن اهم 10 كتب ما تفوتكش في معرض الكتاب. ليه؟ لان انا شخصيا ما كنتش متخيل ان ممكن قارئ يكتب بالشكل ده، ويكتب قصه معناه ان هو بالاساس كاتب، لكن ما كانش عنده الجرأه الاول ان هو ينشر ده. الاول كان قارئ نهم، وبعدين هو كان قارئ نهم. الجيد قارئ جيد. هو ايه؟ القارئ الجيد كاتب جيد زي ما بيقولوا. اكيد هي دي بتقال، لكن هل فعلا تطبيقها ممكن يكون حقيقي؟ فهو ده فعلا اللي طارق قدر انه يعمله. عهد دميانة، روايه عهد دميانة للكاتب الكبير اسامه عبد الرؤوف الشاذلي من دار الرواق. دكتور اسامه عبد الرؤوف الشاذلي كتب عمل، اول عمل ليه يكتبه كان روايه اوراق شمعون المصري. صدرت من سنتين، كسرت الدنيا، اتحولت لعمل صوتي او لفيلم صوتي، ده ما ينفعش يتقال عليه كتاب صوتي، لفيلم صوتي كان مكسر الدنيا. في كتاب عهد دميانة الناس كلها متفائله جدا بالعمل ده، لان الكاتب اسامه الشاذلي عودنا دايما انه بياخدنا في رحله تاريخيه، عن طريق الرحله دي بيعرفنا معلومات جديده، ودايما بيخوض بينا في حواري كده جوه التاريخ وجوه القصص بتاعته، حقيقي بتكون بليغه جدا وبتكون حلوه جدا. يمكن ليها كمان طابع ديني، يعني سواء دايما بيكون ليها طابع ديني، والكتاب ده كمان برضو ليه نفس الطابع نوعا ما. طيب العمل اللي معانا برضو دلوقتي ده كتاب ممتلئ بالفراغ، تأملات حول التعافي من الإدمان والسلوكيات القهرية. ده مترجم ولا؟ لا ده كتاب مش مترجم، من كتابة دكتور عماد رشاد عثمان من إصدار دار الرواق. الكتاب ده مهم جدا بالنسبة لي حتى أنا شخصيا، لأن كل واحد موجود في الدنيا عنده عادة، عنده حاجة معينة، إدمان بحاجة مش قادر يتخلى عنها. أيوة. مش قادر يسيبها، دايما بيحس إن هو مهووس بيها، واحيانا الحاجات دي بتعطل البني ادم. عشان كده قال لك الادمانات والسلوكيات القهريه. بالظبط. بلعب في ضوافري، بدخن، بعمل حاجات كده. بالظبط. ازاي بقى نقدر ان احنا نعمل كنترول على الحاجات دي؟ ازاي نقدر ان احنا يبقى عندنا قدره على التعافي من الحاجات دي؟ ده كتاب متخصص يعني، كتاب علمي جدا. هو مش علمي، ولكن ما اقدرش اقول عليه علمي قوي، ولكن في نفس التوقيت هو متبحر. بالظبط. هو كتاب متبحر جدا في القضيه دي. لفت نظري اسم الكتاب، لان كنت كاتبه مقال من 5 سنين او 6 سنين اسمه ممتلئه بالفراغ، فاول مره اشوف حد اخذ البتاع، وبعدين الشكل بتاع الغلاف ملفت للنظر، لان هو كمان ممتلئ بالفراغ من تحت. ده الغلاف ده من تصميم كريم ادم، واحد من مصممين ممتازين في تصميمات اغلفه الكتب. الابيض الكبير، الفراغ الكبير ده بالظبط. طيب ده عمل مترجم معانا اسمه فتاة بحر الزمرد، من كتابه براندن ساندرسون وترجمه وجدان حسين من اصدار دار كيان. الكتاب ده ليه قصه مهمه جدا جدا جدا. براندن ساندرسون واحد من اهم كتاب الفانتازيا اللي موجودين في العالم، هو كاتب امريكي. هو الراجل ده قرر في الفتره الاخيره ان هو يكتب مشروع مستقل. المشروع المستقل ده قرر ان العمل ده دلوقتي فتاة بحر الزمرد ده اول عمل في السلسله دي. العمل ده ترجم دلوقتي للعربي واتنشر في مصر
قبل ما يطبع ويتنشر في امريكا. يا سلام، دي حقيقه، بطريقه شرعيه. بطريقه شرعيه من دار كيان. فالكتاب اول كتاب في السلسله الجديده بتاع براندن ساندرسون اترجم ونزل في مصر وفي الوطن العربي دلوقتي، اول صدور ليه هيكون عندنا هنا في معرض القاهره الدولي للكتاب، فنزل بالعربي قبل ما ينزل بالانجليزي لاهل بلده زي ما بيقولوا هناك. ده عظيم جدا. احنا بنحيي دار كيان على انها نشيطه طبعا. طيب الكتاب اللي معانا دلوقتي يوم حنين لحلمي النمنم، قراءه تاريخيه من دار الكرم، وزير الثقافه السابق. من دار الكرم الاسبق. ايوه. الكتاب ده بيتكلم عن غزوه حنين، بيتكلم عن رؤيه مختلفه لغزوه حنين. غزوه حنين كانت غزوه مهمه جدا لانها حصلت بعد فتح مكه وليها ملابساتها طبعا الدينيه والتاريخيه الكبيره جدا، ولكن الكتاب ده بيتناول الغزوه دي وتبعيات الغزوه دي، سواء كان اجتماعيا او سياسيا او دينيا او تجاريا او جغرافيا، لان تاثير الغزوه دي كان ليه حاجات كتيره جدا، مش بس في من الناحيه الدينيه ولكن كمان من الناحيه الجغرافيه والتجاريه. لا، الاستاذ حلمي النمنم في القراءه التاريخيه له طبعا. اوكي، سيره القبطيه للكاتبه شيرين هنائي من اصدار دار الرواق. الكاتبه شيرين هنائي مبدئيا هي تلميذ الدكتور احمد خالد توفيق، وكتاباتها دايما بتتسم بعمق شديد شويه وتوسع في حتت غريبه ما حصلتش قبل كده. الكتاب ده بياخدنا في رحله لمجموعه من الاقباط اللي كانوا موجودين في مصر في توقيت معين، وبعد كده خرجوا في رحله تمام عن طريق النيل، وبعد كده اسكندريه، وبعد كده اليونان، بعد كده ايطاليا، وقعدوا تبحروا في اوروبا بشكل كبير جدا، والقصه بتاعتهم معروفه لحد دلوقتي بشكل كبير قوي في اوروبا وفي امريكا. يا سلام. فالكتاب ده بالنسبه لنا مهم. لا، وهو روايه. هو روايه. والكاتبه شيرين هنائي كتبت في الفانتازيا وكتبت في الرعب وكتبت في حاجات كتيره جدا، فلما تيجي دلوقتي الاقيها بتتكلم معايا في حاجه فيها بقى دراما اجتماعيه وجغرافيه، لا لازم انتبه شويه. هو بس عشان الناس ما تخلطش، ده غير الكتاب بتاع رحله القبطيه، لان احنا غير كتاب يعني رحله القبطيه. بيت القبطيه غير سيره القبطيه، اشرف بالزبط. العشماوي غير بالظبط كده. وحلو عندنا كده سيدات موجوده في الكتب المرشحه بشكل كبير، وده هايل. لا، ده احنا عندنا سيدات واديبات جمال جدا 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 بصراحه. ازاي هشتري كتاب بسعر مخفض؟ اقل سعر قيمه، اقل سعر بجنيه. عايز اخد فرص. اقل سعر بجنيه. بجنيه. انا سمعت ان اساسا قالوا ان الورقه هتكون بجنيه، فلو الكتاب 200 ورقه يبقى 200 جنيه. ما هو في دور نشر، وفي دور نشر حكوميه بتنزل الكتب مدعومه وبتنزل خصومات كتيره جدا. مين بقى منزل؟ يعني مثلا عندنا مبادره الثقافه والفن للجميع المصريه العامه للكتاب، بتطرح كتب باسعار مخفضه بتبدا من اول جنيه لحد 20 جنيه. هايل. على فكره عندهم مكتبه حلوه جدا جدا ومتنوعه جدا طبعا. جدا جدا، فيها حاجات كلاسيكيه يعني دلوقتي من الصعب ان احنا نلاقيها. مكتبه الاسره السلاسل العظيمه اللي اتقدمت فيها طبعا. طبعا. وعندنا برضو الاصدارات بتاعه المجلس الاعلى للثقافه والمركز القومي للترجمه. خليني بس اتكلم بشكل مختصر شويه عن اول حاجتين اللي هم مبادره الثقافه والفن واصدارات المجلس الاعلى للثقافه. النقطتين دول او البندين دول بيدوني فرصه كبيره جدا لاعمال متنوعه جدا في مجالات مختلفه جدا، روائيه وغير روائيه وحاجات متخصصه باسعار حرفيا زهيده، يعني من اول جنيه لحد 20 جنيه. نيجي بقى للمركز القومي للترجمه. الدوله طبعا. اما المركز القومي للترجمه فهو يعني العنوان باين، عامله فيه شغل عظيم اكيد كمان. طبعا. وهنلاقي فيه روايات مترجمه كتيره واعمال مترجمه كتيره وحاجات حقيقي زي ما قلت من شويه من الصعب ان احنا نلاقيها دلوقتي بطبعات جديده في دور النشر موجوده في المكتبات العاديه بارقام معقوله برضو جدا 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 جدا. اكيد دي مش من بتاعه من جنيه ل 20 جنيه يعني لا دي ممكن تكون 3 10 بس اقل من الباقي. يعني هي كده هي كده اقل من الباقي، ولكن لا احنا ممكن في اسعار خاصه للطلاب اعتقد بيكون في اسعار خاصه 50% للطلاب. في فعلا دور نشر بتدي خصومات للطلاب تمام، منهم اعتقد كمان ممكن تكون المكتبه بتاعت الجامعه الامريكيه دايما بتدي خصومات. المركز القومي للترجمه بيقدم، والمركز القومي للترجمه كمان بيدي خصومات للطلاب بالكرنيهات بتاعت الجامعه. والله هي فرصه ان احنا نناشد وزاره التربيه والتعليم انها تطلع تعميم، المدارس تطلع تاخد الاولاد ويروحوا تقول لهم مين يا اولاد يحب يروح معرض الكتاب، ومين عايز كتب، ومين عايز يتفرج على الثقافه او يحضر ندوات، وياخدوا الاولاد يوم في الاسبوع يودوهم. طبعا احنا عندنا اسبوعين طبعا. دي هتبقى فكره ممتازه. انا فاكر على فكره بالمناسبه ان اول فعلا معرض كتاب اروحه كان رحله تبع المدرسه وانا صغير. فدي حقيقه يعني فطلعت لنا حد مهم مغرم في الكتب.
طيب عندنا كمان كتب الاطفال. طب خلاص ندخل في نقطه ثانيه، مبادرات الدور الخاصه لكتب ارخص. اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي دي كانت الدور الحكوميه. لكن دلوقتي خلينا نتكلم على بعض الدور اللي موجوده اللي نقدر نقول انها دور خاصه. طيب عندنا مبادره ما غليناش القديم وما تقلقش من الجديد، دي عاملاها الدار العربي للنشر والتوزيع، وعامله فيها 15 كتاب بسعر 200 جنيه. 15 كتاب بسعر 200 جنيه ده رقم احنا اصلا ما شفناهوش. دي الكارما اللي عامله كده. دي لا ال 15 كتاب الكارما. 15 كتاب دي الكارما. لكن مبادره ما غليناش القديم وما تقلقش من الجديد دي الدار يعني العربي للنشر والتوزيع. الكتب سعرها زي ما هو، ما رفعناش السعر بارتفاع هم عاملين لا، ونزلت كمان خصومات كتيره جدا على اكتر من 60 عنوان عندها. الخصومات كمان ممكن توصل هناك عندهم حوالي 80 90%. الله حلو جدا. ده حقيقي. لكن مبادره ايه؟ عندهم اصدارات هايله جدا. بحد اقصى 50 جنيه وبتبدا من 10 جنيهات، ده شيء عظيم بالظبط. بعد كده كمان عندنا مبادره كتب باسعار زمان بتاعت دار الكارما، 15 كتاب بسعر 200. اوكي. وعندهم برضو خصومات بتوصل لحد 90% واكتر. عندهم 60 عنوان غير الخصومات اللي عندهم عليها هي كمان خصومات زياده. فدي كل دي حاجات بتبقى مهمه جدا. طيب ده ايه ده بقى؟ كتب ببلاش؟ كتب ببلاش في دار العيان من الساعه ابتداء من الساعه 2. بيعملوا كتب بيبقى مر عليها سنه، ودول 500 كتاب. تمام. وبعد كده عرض العبقريات للعقاد 8 كتب ب 150 جنيه. يا بلاش. ده موجود. دار العيان نزلت كده بوست من فتره قريبه جدا، قالت لك احنا دار العيان دي مصريه؟ قالت لك احنا هنعمل الساعه 2 هنوزع كتب. الكتب اللي عدى عليها سنه معانا 500 كتاب هنوزعهم. ما اعرفش بصراحه بقى هم يختاروا الناس ازاي، ولكن هم اللي هيروحوا اكيد اللي هيروحوا واللي هيكون موجود هناك. فهو هناك هيلاقوا بقى ان في 500 كتاب. لو البنات اولا. طبعا اكيد. في اي حته البنات اولا عشان الزحمه، بس عشان الزحمه. وديني سور الازبكيه والناس. سور الازبكيه قاع 4 من المعرض، كتب متنوعه باسعار ما بين من 2 ل 3 ل 5 ل 10 لحد 12 جنيه. طبعا ده بيكون على جزء من الكتب مش على كل الكتب طبعا. ولكن طبعا دلوقتي سور الازبكيه مهم جدا، لانه واحد من اقدم الاسواق بتاعت الكتب طبعا. اللي موجوده طبعا في مصر. الواحد جاب درر منه اكيد. واهميته موجوده لان الكتب برضو اللي عنده متنوعه جدا، قديمه، بتتكلم في كتب ممكن تكون مستحيل انك انت تلاقيها. انا شخصيا اشتريت السنه اللي فاتت من سور الازبكيه كتاب عمره 150 سنه، مطبوع من 150 سنه. فحاجه زي كده هتكون مهمه جدا للناس كلها وللقراء كلهم ان هم يروحوا يشوفوا ايه اللي موجود هناك. امتعنا جدا العرض، واثرت على الناس المسافات يا كريم. شكرا جدا. وبالمناسبه في بنوك عامله للناس اللي عايزه تشتري كتب والميزانيه خايفه منها، عامله انها ممكن تقسط اسعار الكتب من غير فوائد على مدار 6 شهور وعلى مدار سنه كمان. وفي خدمه التوصيل لحد البيت لو طلبت مجموعه من الكتب للناس اللي مش هتقدر تروح. ودي كلها خدمات متوفره وغيرها من الخدمات. كريم النجار احنا بنشكرك قوي. شكرا لكم. وفي تصحيح صغير بس بعتته لنا ساره، بتقول ان المعرض هيبتدي يوم 25 الافتتاح الرسمي، والدخول للناس يوم 26، يعني مش هيفتحوه بكره، هيفتحوه يوم 25 يوم الاربعاء لكبار الزوار، يوم الاربعاء وللجمهور يوم الخميس. اوكي. واحنا بنشكرك جدا مره ثانيه. ونتقابل في المعرض بقى يا كريم ان شاء الله باذن الله. ونشوف الحاجات اللي هتعملها في وجهه نظر على الكتب اللي هتاخدها منك. حاضر ان شاء الله. بشكرك جدا. شكرا جدا لحضرتك. طيب دلوقتي فاصل، وبعد الفاصل نقابل زميلنا العزيز خالد البرماوي وبورصه الكلام.